الجزء الأول: وهم القرار الوحيد اللي يغير الحياة. في حياة كل إنسان لحظة بيحس فيها إن في قرار واحد بس لو أخذوا صح حياته كلها هتتغير للأفضل، لو أخذوا غلط كأن حياته كلها ضاعت. الفكرة دي قوية جدا لدرجة إنها مش بس بتأثر على قراراتنا، لكنها كمان بتغير إحساسنا بنفسنا بعد القرار. لكن الحقيقة اللي قليل جدا من الناس بتفهمها هي إن الحياة مش قرار واحد، الحياة سلسلة طويلة من قرارات، بعضها بيكسب وبعضها بيخسر وبعضها بيبقى مجرد محاولة للنجاة في وقت صعب. واحد: عقل الإنسان لا يرى الصورة كاملة وقت القرار. الإنسان وهو بيقرر أي حاجة مصيرية بيكون شايف جزء صغير من المستقبل، جزء من تجاربه السابقة، إحساسه الحالي خوف، طمع، ضغط، استعجال، لكن ما بيكونش شايف شكل السوق بعد شهور، القرارات اللي هتتغير بعده، الظروف اللي هتظهر فجأة، الفرص اللي أصلا ما كانتش واضحة. يعني القرار بيتاخد داخل ضباب، لكن المشكلة إننا بعد ما النتيجة تظهر بنرجع نبص على الماضي وكأنه كان واضح جدا. اتنين: خدعة كان لازم أعمل كذا. بعد أي خسارة كبيرة العقل بيعمل حاجة خطيرة جدا، يعيد كتابة القصة، يقول كان لازم استنى، كان لازم اشتري، كان لازم ما بيعش، كان لازم اتصرف غير كده. لكن السؤال الحقيقي: هل كانت اللازم دي واضحة وقتها ولا ظهرت فقط بعد ما النتيجة حصلت؟ هنا بيتولد الإحساس اللي بيكسر ناس كتير، إحساس إنك كنت تعرف لكنك تجاهلت، وده في أغلب الحالات مش حقيقي، هو مجرد إعادة ترتيب للذكريات بعد ما عرفت النهاية. 3: أخطر شعور في الحياة لو رجع الزمن. في لحظات الندم الشديد الإنسان ما بيبقاش حزين بس على الخسارة، لكن بيحس بحاجة أعمق: لو رجع الزمن كنت هعمل غير كده. وهنا المشكلة، لأن العقل بيبدأ يقيس قيمتك الحالية بقدرتك على تغيير الماضي، لكن الحقيقة لا، أنت كنت تملك معلومات المستقبل ولا أي إنسان يملكها. لا أنت كنت تملك معلومات المستقبل ولا أي إنسان يملكها، ولا حتى أذكى الناس قادرين يتوقعوا كل التحولات. ومع ذلك لما النتيجة تحصل بيبدأ جلد الذات. 4: القرار ليس لحظة بل سلسلة ضغط. في قرارات المال والعقارات والحياة عموما الناس بتفتكر ان القرار بيحصل في لحظة التوقيع، لكن الحقيقة ان القرار بيكون متكون من تجارب سابقة، خوف متراكم، ضغوط مالية، احساس بعدم الامان، رغبة في انهاء التوتر، وفي لحظة معينة القرار بيطلع للنور، لكن مش بيكون وليد اللحظة دي فقط. 5: اخطر وهم ان النجاح كان مضمون. بعد اي خسارة كبيرة المخ بيعمل مقارنة وهمية: لو كنت عملت الاختيار التاني كنت هكسب اكتر. لكن الحقيقة الاختيار التاني نفسه كان فيه مخاطرة. كل طريق في الحياة فيه ربح محتمل وخسارة محتملة، لكن بعد ما طريق واحد يظهر كأنه خسر بنبدأ نتخيل ان الطريق الاخر كان مضمون النجاح، وده غير صحيح. 6: الانسان لا يتذكر الا الالم. في الذاكرة البشرية النجاحات العادية تنسى، الخسائر الكبيرة تضخم. يعني عقل الانسان مش ارشيف محايد، هو بيحتفظ باللحظات اللي جرحتك، اللحظات اللي صدمتك، اللحظات اللي غيرت احساسك بنفسك، وبالتالي بعد فترة بيبدأ يحس ان حياته كلها سلسلة خسائر حتى لو ده مش دقيق. قبل ما نكمل، اكبر خدعة في الحياة مش الخسارة، لكن الاحساس ان الخسارة الواحدة هي تعريف حياتك كلها. الجزء الثاني: الحظ، السوق والزمن. لماذا نفس القرار لا يعطي نفس النتيجة؟ في حياة الناس في سؤال بيظهر بعد اي خسارة كبيرة: ليه انا خسرت وغيري كسب من نفس النوع من القرارات؟ السؤال ده طبيعي جدا، لكنه لو استقر في العقل بشكل غلط بيحول الانسان من متعلم من التجربة الى شخص
شايف نفسه محكوم عليه. الحقيقة ان القرارات المالية والاستثمارية مش بتشتغل زي المعادلات الثابتة، هي اقرب لشيء اسمه تفاعل بين قرار زائد وقت زائد ظرف زائد مزاج سوق زائد احداث مفاجئة. واحد، نفس القرار في وقت مختلف يساوي نتيجة مختلفة تماما. شراء ارض او بيعها او الاحتفاظ بيها مش قرار واحد بمعنى رياضي، هو قرار مرتبط بتوقيت الدخول وتوقيت الخروج، حالة السوق وقتها، حجم الطلب، توقعات الناس، حتى الاخبار العامة في البلد. يعني ممكن شخصين يعملوا نفس الفعل تماما، واحد يربح وواحد يخسر، مش لان واحد ذكي لكن لان الزمن اتغير. اتنين، السوق ليس عدلا لكنه ليس ضدك ايضا. اكبر خطأ بيقع فيه الانسان بعد خسارة كبيرة هو انه يحول السوق الى شخص. السوق ظلمني، السوق اخذ مني، السوق اختار غيري. لكن السوق مش كيان عنده نية، هو مجرد حركة جماعية، ناس بتشتري، ناس بتبيع، ناس بتخاف، ناس بتطمع، ناس بتتأخر، ناس تسبق. النتيجة النهائية هي حصيلة ملايين القرارات الصغيرة. 3، المعلومة المتأخرة أخطر من الخطأ نفسه. في كل خسارة كبيرة المشكلة مش في القرار وقتها لكن في المعلومات اللي بتظهر بعد القرار، بعد البيع أو الشراء. الأسعار ترتفع، الناس تتكلم، قصص النجاح تنتشر، المقارنات تبدأ، وهنا يبدأ العقل يقول لو كنت أعرف كده ما كنتش عملت كده. لكن المشكلة إن هذه المعلومة لم تكن موجودة وقت القرار. 4، وهم الشخص الذي كان يعرف. بعد أي حركة سعرية كبيرة بيظهر إحساس داخلي، كنت شايف، كنت حاسس، كنت متوقع. لكن لو رجعنا لوقت القرار نفسه هنلاقي الحقيقة مختلفة. تردد، خوف، عدم يقين، تضارب آراء، ضغوط. العجل بعد النتيجة بيعيد ترتيب المشهد كأنه كان واضح لكن الحقيقة انه لم يكن واضحا. 5، لماذا نبالغ في نتائج الخسارة؟ الانسان لا يتألم من الرقم فقط، هو يتألم من احساس الفرصة الضائعة، مقارنة نفسه بالاخرين، فكرة كان ممكن اكون في مكان مختلف. ده بيخلي خسارة واحدة تاخد حجم اكبر من حقيقتها الاقتصادية. 6، خطأ خطير، تحويل قرار مالي الى حكم على الذات. اخطر مرحلة في اي خسارة ليست المال بل اللحظة التي يقول فيها الانسان انا غبي، انا منحوس، انا لا استحق النجاح. هنا الخسارة تتحول من حدث الى هوية، وهذا اخطر من اي رقم في السوق. الحقيقة التي لا يحبها العقل، الحقيقة البسيطة جدا، نفس الشخص بنفس الذكاء في وقت مختلف يمكن ان يربح او يخسر من نفس القرار، ليس لان شخصيته تغيرت لكن لان الظروف تغيرت. الخلاصة، السوق لا يكافي النية بل يكافي التوقيت. الجزء الثالث، لماذا الندم اقوى من المكسب وكيف يخدعك عقلك بعد الخسارة؟ في حياة اي انسان في حقيقة غريبة جدا، الفرح بالمكسب بيعدي لكن الندم على الخسارة ممكن يفضل سنين. وده مش لان الخسارة اكبر دايما لكن لان العقل البشري مصمم بطريقة معينة تخليه يتعامل مع الالم بشكل مختلف عن المتعة. 1، الدماغ لا يساوي بين المكسب والخسارة. في علم النفس الانسان يتأثر بالخسارة ضعف تأثير المكسب تقريبا. يعني لو ربحت 100,000 احساس جيد، لو خسرت 100,000 الالم اكبر بكتير من نفس قيمة الفرح. ده مش ضغط فيك، ده نظام تشغيل في المخ بيعتبر الخسارة تهديد للبقاء، اما المكسب فهو تحسين للحياة. 2، لذلك الخسارة تعاد في العقل آلاف المرات. بعد اي خسارة كبيرة العقل لا يتركها تمر، هو يعمل الآتي: يعيد المشهد، يعيد القرار، يعيد اللحظة، يبدأ عن نقطة الخطأ كأنه بيحاول يصلح الماضي. لكن المشكلة الماضي لا يتغير فيتحول التفكير إلى دائرة مغلقة. 3، لماذا يظهر شعور كان واضح بعد الخسارة؟ بعد ما النتيجة تظهر العقل يقوم بحيلة دفاعية، بدل ما يقول أنا كنت في وضع غير واضح يقول كان واضح وأنا كنت المفروض أفهم. ليه؟ لأنه من الأسهل على العقل إنه يلومك من إن يعترف إن المستقبل كان غير مضمون. 4، الندم ليس دليل خطأ بل دليل رؤية بعد الحدث. في فرق مهم جدا أن تكون أخطأت وقت القرار
أن تكون أخطأت وقت القرار، أن ترى الخطأ بعد ظهور النتيجة. الفرق بين الاثنين كبير جدا، لأن رؤية الخطأ بعد الحدث لا تعني أنك كنت تراه وقت القرار. 5. المقارنة هي وقود الألم. بعد الخسارة العجل لا يكتفي بالحدث، هو يبدأ في مقارنة نفسك بالآخرين، مقارنة ما كان يمكن أن يحدث، مقارنة حياتك الحالية بالسيناريو البديل. وهنا يبدأ الألم الحقيقي، لأنك لم تعد تعيش واقعك فقط، بل تعيش حياة تانية متخيلة لن تحدث. 6. وهم الحياة البديلة المثالية. العجل بعد الخسارة يصنع نسخة مثالية من الماضي. كنت سأبيع في وقت أفضل، كنت سأشتري في مكان أفضل، كنت سأربح أكثر. لكن الحقيقة هذه الحياة البديلة لم تكن مضمونة أبدا، هي مجرد سيناريو جميل ظهر بعد الألم. 7. لماذا يبدو الألم دائما أكبر من حجمه الحقيقي؟ لأن الخسارة لا تأتي وحدها، بل تأتي معها 3 أشياء: إحساس الفرصة الضائعة، المقارنة بالآخرين، جلد الذات. وهذه الثلاثة تجعل الخسارة تبدو كأنها نهاية الطريق، وهي ليست كذلك. الخلاصة: الندم لا يثبت أنك كنت مخطئا، بل يثبت أن عقلك يعيد تشغيل الماضي بعد أن عرف النتيجة. الجزء الرابع: الخوف هو صانع القرار الخفي في حياة الإنسان. في أغلب القصص اللي الناس بتفتكرها إنها قرارات مالية أو عقلانية، الحقيقة أعمق من كده بكتير. كتير من القرارات الكبيرة لا يصنعها العقل، بل يصنعها الخوف. الإنسان لا يقرر في وقت الفراغ، مفيش قرار كبير بيتاخد في ظروف هادية 100%. كل قرار كبير بيكون داخله خليط من خوف من الخسارة، خوف من ضياع فرصة، خوف من المستقبل، خوف من الانتظار، خوف من التردد نفسه. وفي لحظة معينة واحد من المخاوف دي بيغلب الباقي فيتحول إلى قرار. 2. الخوف من الانتظار أقوى من الخوف من الخطأ. في العقارات والأسواق في نوع خوف غريب جدا: أخاف ما بيعش فيضيع علي المشتري، وده أحيانا بيكون أقوى من أخاف أبيع واندم. فالإنسان يختار القرار الذي ينهي القلق الحالي حتى لو كان فيه مخاطرة مستقبلية. 3. العقل لا يختار الأفضل، بل يختار الأكثر راحة في اللحظة. في لحظة الضغط العقل لا يسأل ما هو القرار الأمثل بعد سنة، هو بيسأل إيه القرار اللي يخلصني من التوتر الآن. وده السبب إن قرارات كتيرة تبدو غير مفهومة بعدين، لكنها كانت منطقية جدا وقتها نفسيا. 4. الخوف يلبس شكل المنطق. أخطر حاجة في الخوف إنه لا يظهر كخوف، بل يظهر كأنه حرص، حكمة، واقعية، عدم تسرع. لكن في الحقيقة أحيانا يكون مجرد رغبة في إنهاء الضغط الداخلي. 5. لماذا نشعر إننا لم نكن نحن وقت القرار؟ بعد الخسارة الناس تقول أنا مش فاهم أنا عملت كده إزاي، لكن الحقيقة إن أنت وقت القرار لم يكن مختلفا، لكن كان مرهق، كان قلق، تحت ضغط، يبحث عن امان سريع، فاخذ القرار الذي يقلل التوتر وليس القرار المثالي. 6. لحظة التوقيع ليست بداية القرار بل نهايته. القرار الحقيقي يحصل قبل التوقيع بوقت طويل. تراكم خوف، تجارب سابقة، احساس بعدم الاستقرار، رغبة في انهاء القلق، ثم ياتي البيع كنقطة اغلاق. 7. لماذا الخوف يترك اثرا اقوى من القرار نفسه؟ لأن العقل لا يتذكر القرار فقط، بل يتذكر الشعور الذي كان داخله وقت القرار. ولو الشعور ده كان توتر، خوف، ضغط، فحتى لو القرار كان منطقي الإحساس بعده بيبقى أنا كنت مش أنا. الخلاصة: كتير من القرارات لا تصنع بالعقل وحده، بل تصنع داخل لحظة خوف يريد أن ينتهي. الجزء الخامس والأخير: كيف يعيش الإنسان بعد الخسارة؟ وهل فعلا هناك نهاية القصة؟ في نهاية أي قصة خسارة كبيرة. في نهاية أي قصة خسارة كبيرة. الإنسان بيقف قدام سؤال واحد صامت: هل خلاص انتهى كل شيء؟ لكن الحقيقة اللي قليل جدا الناس بتصدقها في لحظة الألم هي: الحياة لا تتوقف عند خسارة واحدة، لكنها تتغير طريقة استمرارها. الخسارة الكبيرة لا تغلق الحياة، لكنها تعيد تشكيلها. بعد خسارة كبيرة الإنسان يحس كأن الباب اتقفل، الفرص انتهت، الزمن توقف عند لحظة واحدة. لكن الواقع مختلف تماما. الحياة لا تتوقف، هي فقط
تأخذ شكل جديد، شكل أقل وضوحا لكن ليس بلا مستقبل. 2. أخطر لحظة في حياة الإنسان ليست الخسارة بل تفسير الخسارة. نفس الحدث ممكن ينتج عنه نتيجتين مختلفتين. شخص يقول خسرت فرصة لكن أتعلم منها، وشخص يقول أنا خسرت حياتي كلها. الحدث واحد لكن التفسير مختلف. والتفسير هو الذي يصنع المستقبل وليس الحدث نفسه. 3. الندم لا يصنع ثروة لكنه يمكن أن يصنع وعيا. الندم إذا استمر بدون وعي يتحول إلى جلد ذات، يستهلك الطاقة، يوقف الحركة. لكن لو تحول إلى فهم يصبح خبرة، يصبح هدوء في القرار، يصبح حماية من التسرع. نفس الألم نتيجتان مختلفتان. 4. الإنسان لا يحتاج أن يعوض الماضي بل أن يستمر بعده. أكبر وهم بعد الخسارة لازم أرجع زي ما كنت أو أفضل بسرعة، لكن الحقيقة لا أحد يعود كما كان بعد خسارة كبيرة، لكن يمكن أن يصبح أكثر حكمة واستقرارا. المطلوب ليس العودة بل الاستمرار بشكل جيد. 5. كل قصة خسارة كبيرة لها مرحلة صمت. كل قصة خسارة كبيرة لها مرحلة صمت. كل قصة خسارة كبيرة لها مرحلة صمت. بعد الصدمة الإنسان يمر بمرحلة إعادة تفكير، مراجعة قرارات، ألم متكرر، إحساس بعدم العدالة. هذه المرحلة ليست فشل، هي جزء طبيعي من التعافي النفسي من الخسارة، لكن المشكلة تحدث عندما يتحول الصمت إلى هوية دائما. 6. الفرق بين أنا خسرت وأنا خاسر فرق ضخم جدا. أنا خسرت تساوي حدث في الحياة، أنا خاسر تعريف للذات. الأول قابل للتغيير، الثاني يقتل كل محاولة مستقبلية. 7. الرسالة الأخيرة، لا تجعل نقطة واحدة تصبح حياتك كلها. أخطر شيء يمكن أن يحدث للإنسان هو أن تتحول لحظة واحدة في حياته إلى عنوان كامل له، لكن الحقيقة حياتك ليست لحظة بيع وليست لحظة قرار وليست لحظة خسارة، هي مجموع كل اللحظات بما فيها التي لم تأتي بعد. الخاتمة، كل إنسان يمر بلحظات يندم فيها، يشك فيها بنفسه، يتمنى لو عاد الزمن، لكن القوة ليست في عدم السقوط بل في عدم السماح لسقطة واحدة أن تصبح نهاية القصة. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.